يا مساء الفل ومساء الخير عليكم وأحلى محللين الساعة 3 أوكي ما فيش مشكلة. يا رب تكونوا بخير كل سنة وأنتم طيبين. معايا أحمد صبري وأشرف محمد برحب بيهم وهم هيرحبوا أول ما ياخدوا المايك. هنتكلم بسرعة عن غبنا عليكم الفترة اللي فاتت. كل تأخيرة وفيها خيرة. آه، هنتكلم النهارده عن الأهلي والزمالك الفترة اللي فاتت. هنتكلم عن الأهلي وماتشه في أفريقيا، الأهلي وجورماهيا كيني. وهناخد نطلع منه على صفقات الاهلي، ونفس الكلام للزمالك مع اشرف. هنتكلم مع اشرف عن الزمالك وصفقاته الفتره اللي فاتت، وهنتكلم عن ماتش الزمالك مع الشرطه الكيني في الكونفدراليه. على طول هنبتدي مع احمد والاهلي، هيرحب يسلم عليكم ويبتدي على طول عن تحليله وارائه في ماتش الاهلي، ويطلع منها على الصفقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مشاهدينا الكرام؟ ان شاء الله نتكلم عن ماتش الاهلي مع جورماهيا رايح جاي 6-0 نتيجة مجموع الماتشين. حاجة جميلة، مكسب خارج الارض. الاهلي بقاله فترة متعود على المكسب خارج الارض بسكور كويس قوي. تاو، تألق تاو، ورجع لنا تاو اللي احنا عارفينه. تألق يحيى عطية الله، اسيست 2 اسيست. تألق رامي ربيعة بهدفين، يعني حاجة جميلة. رامي ربيعة حالة يعني بدأ ينسينا عبد المنعم شوية، وهو متألق من قبليها، ولولا الإصابات كان زمانه في حتة تانية خالص. يعني رامي ربيعة اللعيبة اللي بيحبها الرجالة. الأهلي أول مرة يكسب جورماهيا، أو أي فريق مصري أول مرة يكسب جورماهيا في كينيا. النتيجة كويسة ممتازة. الأداء ممكن مش أقوى حاجة، بس الأهلي خد اللي هو عايزه من الماتش الحمد لله، من غير إصابات، من غير أي مشاكل. لا فكده احنا جماهير الأهلي مبسوطين جدا من الأداء والنتيجة. حلو قوي، وفعلا احمد غطينا كده تحليل سريع لماتش الاهلي مع جورماهيا الكيني، اول الدوري الكيني الموسم اللي فات. الدوري الكيني لسه الدوري الكيني ابتدى، ولكن جورماهيا تم تأجيل ليه ماتشاته في الدوري عشان كان بيلاعب الاهلي. وزي ما احمد قال الاهلي بيحضر لماتشات السوبر، فبالتالي كان الاهلي هو الاجهز ومعلهوش ضغوط. بيجرب الصفقات اللي كانت اللي كان ينفع انها تشارك، لان لسه في صفقات لسه ما اتسجلتش. فبالتالي ده كان تحليل احمد، وهو تحليل منطقي وسليم جدا. هتكلم برضو معاه بسرعة كده عن رؤيته وصفقات الأهلي السيزون اللي فات، عشان خاطر يعرف يدعم السيزون اللي جاي. يعني صفقات الأهلي للأسف يعني مش مرضية 100% لجماهير الأهلي وليا بالتحديد. انت عندك 3 صفقات، منهم 3 صفقات دفاعية وصفقة في خط الوسط. ففي حين اللي انت التدعيم اللي محتاجه الأهلي تدعيم هجومي. يعني أنا ليا تحفظ على مستوى كهربا البدني والذهني وكل حاجة. يعني كهربا بينزل الملعب، يعني بيتهيألي احنا لو بنلعب خماسي مش هنلعبه معانا، يعني حقيقة يعني. والصفقة انت بعت عبد المنعم، فكيته بأشرف داري وأيمن يوسف، والاتنين ما شفناهمش للأسف. نتمنى إن هما يبقوا في مستواهم. يحيى عطية الله تعويض لمعلول، ويعني إن شاء الله مبشر ولسه عنده أكتر من كده. عمر الساعي مكان ديانج، طبعا ديانج ما فيش حد يعوضه في مصر خالص، ولسه الساعي صغير، فمستقبل الأهلي إن شاء الله. احنا محتاجين يا وينج ويلعب راس حربة، يا راس حربة صريح يسد مع وسام، لأن عندنا بطولات كتيرة جدا. صحيح زي ما أحمد قال، وفعلا أنا عجبني زي ما أحمد تفضل وقال. يحيى عطية الله الحقيقة عوض غياب معلول، وبالأسيست بتاعه يعني ليه دور الحقيقة، وعنده خبرات ولعب قدام الأهلي والزمالك ولعب في مصر كتير. آه، ده كان إضافة. كمان كنت بتكلم مع أحمد قبل ما نطلع الحلقة عن المدافع اشرف داري اللي شويه سعره عالي، وكنت متخوف ان يحصل يعني يعني مش بلبله او يحصل مشكله في اوضه اللبس عشان سعره عالي شويه، ولكن الاهلي عنده من الحكمه والاداره انه يعالج المشكله دي. نطلع من احمد والاهلي وجورماهيا والصفقات على الزمالك، ونتكلم مع اشرف عن مباراة الزمالك والشرطة الكيني وصفقات الزمالك، اللي يمكن فريقنا السيزون ده الزمالك بصفقاته حتى فريق جمهور الزمالك نفسه ما كانش حد متوقع كم هذه الصفقات بالسرعة دي بالكواليتي ده بالكم. معرفش جابوا الفلوس منين، أشرف هو اللي هيقول لنا. أول حاجة نتكلم على الماتش الزمالك والشرطة الكيني. هو الزمالك بدأ اللعيبة اللي هي الكبيرة في السن، يعني اللي هي أعمدة الفريق زي عبد الله السعيد وناصر وناصر ماهر
وزيزو والناس دي كان هما لازم يبدأوا الماتشين ده عشان كان هما راجعين من فترة أجازة. فهو كان هو الماتشين، هو الشوط الكين طبعا زي ما احنا عارفين هو فريق مش صعب، هو فريق سهل، بس هو اللي كان جوميز عمال بيجرب. حتى لو لاحظنا ان هو حتى في الدفاع نزل مصطفى الزناري وهكذا، حتى جرب محمد شحاتة كباك يمين. فهو كان هو ماتش ودي بس بطابع افريقي، هو كان ماتش سهل والزمالك جرب وجوميز جرب شوية خطط. وبالنسبة للماتش هو الزمالك ما كان هو إلا تجربة وعدى منها وتحضيرا لماتش الأهلي. أما بقى لو هنتكلم عن الصفقات، فأهم صفقة بالنسبة لنا هي صفقة أحمد سيد زيزو، إن هو جددوا له. ده بالنسبة لي أهم، أو جمهور الزمالك بصفة عامة كلهم كان ما تجيبش صفقات بس جدد لي زيزو. كان عندنا ده أهم لعيب في الفرقة، وده الفرقة ده اللي الفرقة بتتبني عليه. دي كمان الأجوان، هو الزمالك كمان جدد لعواد وجدد لصبحي. وخصوصا ان المستوى الحراسه في مصر مش احسن حاجه، يعني احنا عندنا مفيش غير محمد الشناوي واحمد الشناوي ومصطفى شوبير، واكيد الثلاثه من الزمالك مش هيعرف يجيبهم. فهو كويس ان هو جدد للايه لل لعواد وصبحي. اما بقى نيجي بقى للصفقات، فعندنا الزمالك اشترى باكين شمال اللي هو محمود بنتاج ومحمد حمدي من انبي. هو عشان اكمن نقص، وده مناسب جدا، اكمن محمد عبد الشافي خلاص بيخلص تقريبا. وعندك كمان فتوح ما ولا جاهز نفسيا ولا بدنيا، وحتى لسه قدامه وقت عقبال ما يرجع الفتوح بتاعنا، وربنا يا رب ييسر له في الظروف اللي هو فيه. والزمالك اشترى اتنين مهاجمين، عمر فرج ورجع من الإعارة حسام أشرف. طبعا حسام أشرف ده من يعني هو أحسن حاجة إن هو مش متسلط عليه الضوء كتير، واللعيب اللي مش متسلط عليه كتير هتلاقيه بيلعب بأريحية. فهو ما هو ما هو كمان تالت هداف الدوري، فده يعني مدافع قصدي مهاجم كويس جدا. هو سنه صغير جدا، ده مستقبل يعني. هو طبعا في زي مصطفى محمد لحد دلوقتي، اتمنى ان حسام اشرف ده يبقى، عشان هو ستايل حلو، ستايل مهاجم حلو. نيجي للوينج الشمال، هو اشترى لعيب اسمه كونراد، ده اللي هو عليه 50 50. في ناس يعني انا شفت التحليل والارقام وكل حاجه، يا اما هيبقى اون فاير مع الزمالك، وخصوصا في الماتشات المفتوحه ان هو لعيب سريع، يعني لو لعبت على الكاونتر اتاك الماتشات المفتوحه هيفرق. اما الماتشات المقفوله هتلاقيه مش عارف ياخد مساحته قوي. ده بالنسبه لاغلب صفقات الزمالك يعني. فعلا زي ما احمد تفضل وقال عن صفقات الزمالك، وهنشوف كونراد مشلاك في الزمالك هيأدي ازاي السيزون اللي جاي، وهل طريقه لعبه هتمشي وتبقى ماتشنج مع الزمالك ولا لا. هي دي ده مهم قوي في الكوره، طريقه اللعب بتاعت اللاعب مع الفرقه، الهارموني اللي بيحصل. كمان عاجبني التعاقد مع عمر فرج، وان كان انا يعني ما شفتلوش ماتشات كتير، ولكن اعتقد ان التوجه كان للتعاقد معاه من الاهلي الاول، كان عايز يتعاقد مع عمر فرج. المفاوضات ما تمش، الزمالك جابه، وكان يمكن السبب في الاهلي ان هم بيدوروا على، الاهلي كان بيدور على لعيب نفس البروفايل بتاع وسام ابو علي. فانا اتمنى ان ما يبقاش هو ده السبب، مش عشان وسام ابو علي نجح في الاهلي كفيرود فبندور على مهاجم تاني فلسطيني بنفس الطريقه يعني، ويكون هو فعلا لعيب يستحق. لان بالمناسبه هو وسام ابو علي في المنتخب فلسطين، ولكن عمر فرج مش في منتخب فلسطين. يمكن دي الصفقات. كنت بتكلم قبل الحلقه برضو بتاعتنا معاكم عن حسام اشرف مع اشرف. فكون فعلا ده هو من الهداف الدوري، هو التوب 3، هو الثالث هداف الدوري، وجايب 14 هدف من ال 31 هدف اللي احرزتهم البلديه اللي هبطت. فده بيديك مؤشر طبعا. اول هداف الدوري كان وسام ابو علي 18، بيستون مايلي 17، والثالث هو حسام اشرف من البلديه 14. فرقه بتهبط ويطلع منها هداف الدوري، حاجه من الاثنين: يا اما اللعيب ده عنده امكانيات كويسه قوي ككواليتي بلاير، يعني لعيب حلو فعلا وهيكون اضافه للزمالك زي ما المحللين معانا اشرف واحمد توقعوا ده، او الدوري بتاعنا مش احسن حاجه ويبقى الفرق كلها شبه بعضها، لان يطلع فرقه تهبط هو يطلع هداف الدوري. فهنشوف، يبقى اللي هيرد علينا السيزون اللي جاي هو حسام اشرف، هداف هو اللي هيرد يثبت لنا هل هو فعلا امكانياته تستحق فعلا، ولا الدوري عندنا بعافيه شويه. نطلع من النقطه دي على الاهلي ونتكلم عن السوبر بقى، السوبر الافريقي. بالمناسبه انا نسيت اقول لكم في بدايه الحلقه ان احنا عامل مسابقه كده صغيره على الفيسبوك عندي، اللي هيتوقع نتيجه السوبر الافريقي ويطلع نتيجته صح ليه هديه تيشيرت الفرقه بتاعته. نطلع منها لاحمد على مباراه السوبر الافريقي، وشايف المباراه هتبقى عامله ازاي وسيناريو المباراه، ثم التوقع لمباراه الاهلي والزمالك. ليا تعقيب بسيط قبل ما نعدي صفقات الزمالك. زيزو صفقة جماهيرية، دي صفقة تعتبر صفقة وضحى عشان النادي، ومن أهم لعيبة مصر دلوقتي. حسام أشرف كنت أتمنى إن هو يشوفه في المنتخب الأولمبي، فهو اللعيب
ظلم، وبرضه من ناشئين الزمالك، يعني عنده كاريزما البطل. قصة الدوري بتاعنا ضعيف ولا لأ؟ احنا عندنا الاتنين بطلين أفريقيا، أهلي وزمالك. فقصة ضعيف لأ، احنا أقوى، احنا تالت الدوري بتاعنا، ممكن يكسب أول الدوري في تونس وأول الدوري في الجزائر. مش أحسن حاجة عشان احنا بنقارن بالكرة الأوروبية والكلام ده وبنتفرج عليها. لأ، إحنا الدوري بتاعنا فيه دلوقتي انتدابات قوية جدًا، الأهلي والزمالك وبيراميدز وحتى المصري. فلأ، ليه قيمة يا جماعة. مش أحسن حاجة، نتمنى، إحنا بنشوف عايزين نروح في حتة تانية، لكن هو مش سيء على مستوى المنطقة بتاعتنا. توقعاتي للسوبر، الأهلي مش هيغيّر طريقته، كولر هيلعب مش ضاغط أوي، هيبدأ متحفّظ كالعادة، ما بيغامرش الراجل، عنده team من أول حراسة المرمى، أول 3 بتوع المنتخب، يعني الشناوي، شوبير، حمدي علاء، رامي ربيعة on fire هجوميًا ودفاعيًا، يحيى عطية الله، محمد هاني انتقدناه كتير، لأ بدأ يستعيد، خط الوسط رهيب، إمام ومروان وأكرم، يعني وخط الهجوم طبعًا، وسام أبو علي إن شاء الله يسجل بإذن الله، 1-0 للأهلي. نطلع من توقع احمد في مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك 1-0 للاهلي على طريقه لعب وسيناريو المباراه اللي هيشوفها اشرف، وفي الاخر يقول لنا توقعاته للمباراه. اول حاجه جوميز مش هيغير طريقه لعبه. هو جوميز هيلعب بنفس الطريقه اللي هو بيلعب بيها على طول. بس هو التشكيله غالبا هتبقى معروفه. يعني هو صبحي عشان هو مثبته بقاله فتره، وقدامه حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي. واليمين والشمال الباكات هو ده اللي هيبقى عليه اختلاف. يا اما هيلاعب محمد شحاته يمين وخلي عمر جابر شمال، يا اما هيسيب عمر جابر يمين وهيلعب ببنتاج شمال. بس ده هيبقى ريسكي عشان هو الولد لسه جديد، لسه صفقة جديد. نص الملعب طبعا معروف، هو دونجا وعبد الله والناصر. قدامهم زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري. اعتقد ان هو مش هيرسك، حتى لو حسام اشرف او اي حد من الناس دي كلهم ممكن ينزلوا الشوط التاني يعني. بس ما هو الريسك ببطولة، ما هو انت، ما هو بالظبط. فانا اعتقد يعني ان هو الماتش ده هيبقى في نص الملعب زي ما المهندس احمد قال. هو الاهلي قوي جدا في نص الملعب، والزمالك يعني بواقع عبد الله السعيد. برضو عبد الله السعيد يعني وناصر مان لعيبه حريفه جدا، وعندك دونجا برضو كويس. بس انا اتوقع ان الماتش ده ممكن يوصل لضربات جزاء، يعني حاسس. لما الزمالك كسب، كان وسط ملعب الزمالك هو المسيطر بالمهارة، كان ناصر متألق فوسط ملعب الزمالك قوي. لو الأهلي اداله المساحات وأكرم ما كانش في الفورمة ومروان، لا الزمالك هيسبب خطورة للأهلي. لو الأهلي عرف يسيطر على الوسط إن شاء الله المكسب يكسب. في حاجتين لازم اقولهم كزملكاوي: كورة زيزو اللي في العارضة او زيزو يتصاب. الاتنين دول حصلوا، يعني زهقنا من 4 5 كور اللي زيزو في الاهلي في ماتشات الاهلي في العارضة. وبقى له ماتشين طبعا مصاب، فربنا يستر. يعني ان زيزو طبعا من اهم اعمدة الفرق. هو انا متوقع ان ممكن تخلص تعادل، نوصل ضربات جزاء والزمالك كعبه عالي شويه في ضربات الجزاء. بس عادي، ما عندنا نشوف الدنيا. بس انا ممكن يوصل ضربات جزاء. زي ما اشرف قال ممكن المباراه توصل لضربات الجزاء، وهو مش قادر يقول انه بعد ضربات الجزاء الزمالك يكسب، فده هو خايف في المباراه. يمكن بشوف ان الضغوط شويه قليله على الزمالك، فممكن من هنا يلعب باريحيه في الملعب. فعلا زي ما اشرف قال كمان على زيزو، احمد سيد زيزو هو الباك بون للفرقه فعلا. فعلا وجوده في المباريات بتاعت الاهلي والزمالك، ولو بيحصل اصابه وبيطلع شكل المباراه فعلا بيختلف تماما. نتمناها ان شاء الله مباراه ممتعه، والناس كلها تستمتع بالمباراه في اطار الروح الرياضيه، والفايز نقول له مبروك، والخسران نقول له هارد لك. ومبسوط ان كنت معاكم عماد غنيم، وكان معايا احمد صبري واشرف محمد. وما تنسوش تخشوا تحطوا توقعاتكم على الفيسبوك. وفي النهايه اقول لكم مع